السلام عليكم. ازيكم؟ سنة أولى زواج وخلافات سنة أولى زواج. ليه بيحصل في السنة الأولى من الزواج مشاكل وصدامات كتير بين الزوج والزوجة؟ وليه نسبة كبيرة من الطلاق بتحصل في السنة دي؟ نتعامل ازاي مع السنة دي ونعديها بأقل الخسائر؟ في الفيديو ده هنجاوب على الأسئلة دي. أول حاجة من أسباب الخلافات الجهل بطبيعة المرحلة. يعني الزوج والزوجة داخلين مش عارفين ايه اللي هيحصل في السنة دي. ايه اللي بيحصل؟ انه الزوج والزوجه مختلفين في حاجات كتير جدا جدا، مختلفين في البيئه، مختلفين في التربيه، مختلفين في العادات والتقاليد، مختلفين في نمط الحياه اللي بيعيشوها بشكل يومي. فالمطلوب منهم ان هم يقعدوا مع بعض في بيت واحد ويعيشوا التفاصيل اليوميه مع بعض. فاللي بيحصل ان كل واحد ليه نمط حياه مختلف، ليه تفكير مختلف، ليه وجهه نظر مختلفه، ليه راي مختلف. فمن هنا بيحصل الصدام. لو هم اتعاملوا معاها بشكل مرن وبشكل واعي هتعدي السنة الأولى بسلام. لكن اللي بيحصل إنه المشاكل هم بيفسروا الخلافات الصغيرة اللي بتحصل بشكل يومي إنه إحنا مش متفقين مع بعض، إحنا مش قادرين نتأقلم مع بعض. طب هو أنا اخترت غلط؟ طب هو ليه بيحصل كده؟ والمشكلة ممكن تكبر تنتهي بالطلاق. لكن لما إحنا نعرف إنه ده طبيعي جدا جدا إن هو يحصل، هنتعامل معاه بشكل مختلف. رقم 2 من أسباب الخلافات التوقعات العالية. يعني الزوجة تبقى متجوزة وفي دماغها انه هي تحقق بقى طموحاتها في الخروجات والسفر والفسح والرومانسية، وهيعوضها بقى عن الجفاف العاطفي اللي هي كانت عايشاه. هو متوقع منها ان هي تدير البيت بشكل معين، ان هي تستقبله بشكل معين، ان نظام البيت اللي هو في دماغه يبقى بالظبط زي ما متوقع. وبالتالي بيصطدموا بالواقع وتصدموا. الحقيقه انتوا المفروض تدخلوا الزواج بدون اي توقعات. هي حياتكم انتوا هتقعدوا تاسسوها مع بعض وتقعدوا تحطوا النظام اللي انتوا عايزينه مع بعض. رقم 3 المقارنه. ما تقارنش مراتك بمامتك، ما تقارنيش زوجك بباباكي. مامتك او باباكي وصلوا للي وصلوا له ده امتى؟ بعد سنين طويله، بعد تجارب كتيره، بعد فشل كتير. فما تقارنش زوجتك او زوجك، انتوا لسه بادئين حياتكم مع بعض ولسه بتتاقلموا مع بعض. فالمقارنه هنا مش هتبقى في صالحكم خالص. المطلوب منكم في الفتره دي الحوار، التواصل عن طريق الحوار. اتكلموا كتير، اتكلموا كتير في كل التفاصيل. يعني ما تتوقعش ان هي المفترض تعمل حاجه وتبقى مستني ان هي تعمل الحاجه دي من غير انت ما تتكلم. اتكلموا في ادق التفاصيل، اتكلموا في كل التفاصيل. لو في حاجه ضايقتك منها، في حاجه مضايقاكي منه، اتكلموا. ما تتوقعيش ان هو هيفهم انت زعلانه من ايه فهو هيجي يصالحك. وانت ما تتوقعش منها ان هي تتعامل بالشكل الفلاني فانت تبني توقعات في دماغك وتيجي ما تلاقيهاش عملت كده فانت تحبط وتتضايق. لا، مهم جدا في الفتره دي ان انتوا تتكلموا مع بعض وتتكلموا مع بعض في كل التفاصيل وفي تفاصيل صغيره جدا، لان انتوا لسه بتاسسوا حياتكم، لسه بتبنوا حياتكم وبتأسسوا النظام اللي هتمشوا عليه باقي الحياة. ما تحكوش تفاصيل وما تحكوش مشاكل للأهل من الطرفين، لأن معظم المشاكل اللي بتحصل في الفترة دي أو في السنة دي بيبقى حلها إن انتوا تقعدوا تتكلموا مع بعض. اللي هيحصل لو انت اتكلمت مع أهلك أو هي اتكلمت مع أهلها، إنه أول حاجة المشكلة هتكبر، تاني حاجة المشكلة ممكن لو اتحلت هتسيب أثر سلبي عند الأهل. المطلوب من الزوج في المرحلة دي التطمين والامان. بالنسبه لزوجته التطمين والامان، يعني مطلوب منه ان هو يطمنها. الزوجه بيبقى صعب ان هي تتاقلم على الزواج، بتاخد فتره على ما تتاقلم غير الزوج. الزوج بيبقى حياته تقريبا كلها، يعني ممكن ما يكونش فيه استقرار قوي، بيغير شغله باستمرار عادي، ممكن يبات بره الشغل، يقعد فتره بره البيت، يقعد فتره كبيره بره البيت. ولكن الزوجه البنت طول عمرها بتبقى قاعده في بيت الاهل. لو هي يعني قعدت فتره بتبقى غالبا فتره الجامعه وبترجع برضو بيت اهلها تاني، فبيبقى صعب عليها ان هي تتاقلم. فدور الزوج ان هو يطمنها ويحسسها بالامان ويكلمها انه احنا مع بعض هنوصل للحياه اللي احنا عايزينها. المطلوب من الزوجه ان هي يبقى عندها مرونه ويبقى عندها استعداد ان هي تنفذ الاتفاقات او استعداد ان هي تعيش الحياه الجديده مع زوجها. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله.